أهلا وسهلا. سؤال دايما بيطرح نفسه: هل ممكن العلم والإيمان يتصلحوا فعلا؟ اليوم رح نغوص في محاولة جريئة جدا لسد الفجوة دي بين نظرية التطور والقرآن، وهالشي رح يكون من خلال رؤية المفكر التركي مصطفى إسلام أوغلو. طيب، السؤال اللي بيطرحه الكل: لازم نختار بين الله وداروين، يعني هل هو صراع حتمي؟ طيب، شو لو قلنا إنه هالصراع كله على بعضه هو مجرد خيار وهمي؟ المصدر اللي بنستعرضه اليوم بيقول إنه هالمعضلة أساساً فكرة مستوردة جاي من سياق تاريخي غربي وما إلها أي جذور حقيقية في الفكر الإسلامي. فكرة وجود حرب بين العلم والدين، هالفكرة بحسب الطرح اللي بين إيدينا هي إرث من التاريخ المسيحي الغربي، وقت كانت الكنيسة محتكرة المعرفة. الفكرة الأساسية هون هي أن الفكر الإسلامي مش مضطر أبداً أنه يورث هالصراع، بالعكس تماماً، له تاريخ مختلف كلياً في التعامل مع أفكار التطور. وهون النقطة المحورية كلها، شوفوا هالجملة: التطور مش شيء نؤمن فيه، بل هو شيء نعرفه. يعني بدل ما نتعامل مع التطور كأنه عقيدة يا بنقبلها يا بنرفضها، الطرح ذا بدعونا نشوفه كحقيقة علمية، مجرد معرفة ندرسها. وهذا التحول البسيط في الزاوية اللي بننظر منها بيفتح الباب لنقاش مختلف تماماً. طيب، خلونا نرجع بالزمن شوي، وقبل داروين بقرون طويلة كمان. رح نكتشف أنه فكرة التطور ما كانت أبداً غريبة على العالم الإسلامي، على عكس ما ممكن يعتقد البعض. شوفوا التسلسل الزمني المذهل هذا. نبدأ مع الجاحظ في القرن التاسع. تخيلوا، كان بيكتب عن الصراع من أجل البقاء والسلاسل الغذائية. بعدها بيجي ابن مسكوي في القرن الحادي عشر بيكتب عن تحول الأنواع، وبنوصل لابن خلدون في القرن الرابع عشر. يعني إحنا بنتكلم عن إرث فكري ضخم وغني سبق داروين بقرون، وكان بيناقش أفكار شبه تطورية بشكل صريح جدا. والمفارقة العجيبة والغريبة جدا هي أنه لما داروين نشر نظريته، الكنيسة اتهمته بأنه أسلم. ليش؟ لأنه أفكاره كانت بتشبه أفكار العلماء المسلمين. هالشي بيورينا كيف أنه الرفض الحالي للتطور في بعض الدوائر الإسلامية هو بالحقيقة ابتعاد عن تراثنا الفكري الأصيل. طيب، هلأ وصلنا لوحدة من أهم النقاط في أي نقاش ديني عن الموضوع: فكرة الخلق الفوري. كيف ممكن نوفق بين مفهوم كن فيكون في القرآن وبين عملية التطور اللي بتاخد ملايين السنين؟ الجواب بحسب هالتفسير موجود في اللغة العربية نفسها. كلمة فيكون مش بالضرورة معناها فكان وخلاص كحدث فوري صار بالماضي، لا، ممكن جدا تدل على عملية مستمرة فيدخل في عملية التكون. يعني الأمر الإلهي كن هو اللي بيطلق العملية، مش بيخلق كل شيء من العدم بنفس اللحظة. وهذا بياخدنا لمفهوم مهم جدا: سنة الله، يعني قوانين الله في الطبيعة. الموضوع بسيط، مثل ما الجاذبية هي قانون من قوانين الله، هالطرح بيشوف إنه التطور هو كمان واحد من قوانين الله، وآلية من آلياته في الخلق، مش مجرد صدفة عشوائية. فكروا فيها، القصة الجينية للحياة من بكتيريا عمرها 4 مليار سنة لكل كائن حي منشوفه اليوم، كلها دليل على عملية خلق مستمرة بتتطور وبتتكشف. يعني من هالمنظور، إنكار هالعملية هو كأنه تجاهل للطريقة اللي الله نفسه اختارها للخلق، وهي طريقة بتتجلى قدام عيوننا كل يوم. طيب، إذا الخلق عملية مستمرة، شو معنى هالشي بالنسبة لقصة آدم؟ هون منوصل لإعادة نظر جذرية لفهمنا لبداية البشرية كلها. هون بصير في تمييز مهم جدا بين مرحلتين. المرحلة الأولى هي البشر، يعني الكائن البيولوجي اللي هو جزء من السلسلة التطورية، والمرحلة الثانية هي الإنسان اللي هو الكائن المصطفى بعد نفخة الروح، الكائن اللي عنده وعي وإرادة ومسؤولية أخلاقية. إذن حسب هالإطار، آدم مش أول بشر من الناحية البيولوجية، لا، هو أول إنسان تم اختياره وتكليفه بالوعي والمسؤولية. يعني قصة آدم هي بداية القصة الإنسانية الأخلاقية، مش بداية السلسلة البيولوجية. وبهالمعنى قصة آدم بتصير رمز لبداية الحضارة الإنسانية، هي بداية رحلتنا ككائنات مسؤولة، بداية بتتزامن مع تطورات عظيمة مثل الزراعة والتفكير المجرد. يعني هي بداية الوعي، مش بس بداية الوجود البيولوجي. الطريقة اللي بنروي فيها قصص الخلق إلها تأثير حقيقي وعميق على واقعنا. وخلونا هلأ نتناول يمكن أشهر قصة وأكثرها تأثيراً، قصة خلق حواء من ضلع آدم. اسمعوا هالسؤال القوي: هل يفعل الرجل هذا بأمه، بأخته، بابنته؟ كل رجل هو ابن لأم. هل تبدأ بإهانة والدتك؟ هالسؤال هو طريقة لتحدي رواية خلق حواء من الضلع. المصدر بجادل بأنها القصة اللي ما إلها أي أصل بالقرآن، تم استخدامها تاريخياً لتبرير مواقف بتقلل من قيمة المرأة. طيب، كيف ممكن ننقي الفكر الإسلامي من قصص زي هاي؟
الكاتب يستخدم مفهوم نقدي مهم جدا اسمه الإسرائيليات، وهو مصطلح بيشير للقصص والأفكار اللي تسللت من التقاليد اليهودية والمسيحية للفكر الإسلامي، مع أنها ما إلها أساس مباشر في القرآن. ولما نطبق هالفلتر أو المرشح على قصة الضلع ونسأل حالنا هل هي مذكورة في القرآن؟ هل بتتعارض مع الواقع والعقل؟ هل بتوصلنا لنتائج غير أخلاقية؟ بنوصل لنتيجة واضحة، هي على الأغلب أسطورة مستوردة مش جزء من التعاليم القرآنية الأصلية. كل اللي حكيناه لحد هلأ بيوصلنا للفكرة الأخيرة والأشمل، فكرة كتاب الله، كتاب القرآن الكريم وكتاب الكون والطبيعة. حسب هالنظرة الكون والطبيعة هما الكتاب الرئيسي، الوحي الأول الذي يكشف لنا كيف الله بيخلق. أما القرآن فهو الكتاب الدليل، الخريطة أو المفتاح الذي يعلمنا كيف نقرأ آيات الكون ونفهمها بوعي وحكمة. يعني القرآن مش كتاب علوم عشان نحفظه، هو كتاب وعي عشان يخلينا حكماء. دوره مش إنه يعطينا معلومات علمية جاهزة، دوره إنه يلهمنا ويحفزنا نطلع وندرس ونبحث عن الأجوبة بنفسنا في كتاب الكون العظيم. وهون بنوصل لتحدي قوي وعميق جدا بيطرحه هالمنظور. الجملة بتقول رفض التطور هو إملاء على الله كيف يجب أن يخلق، يعني رفض رؤية الخلق كعملية طبيعية هو في جوهره كأنه محاولة لفرض شروطنا على الخالق، وكأنه شكل من أشكال الغرور. في النهاية الفكرة مش هدم الإيمان أو العلم، الهدف هو بناء علاقة جديدة، علاقة متكاملة بينهم. وهالشي بتركنا مع سؤال أساسي وجوهري: شو اللي بيتغير جواتنا لما نبدأ نشوف كتاب الطبيعة مش كتحدي لإيماننا، بل كنص إلهي أساسي ومفتوح بيستنى منا نقرأه ونفهمه؟